اكتر حاجه توجع في الدنيا ان العمر يعدي منك وانت ما تكونش عملت اي حاجه لنفسك. لو فاكر انك متاخر فالوقت اللي انت فيه ده هو انسب وقت تبدا فيه. ناس كانت بتقضي في الجامعه السنه في سنتها واتخرجت في وقتها، بس لما اتخرجت قعدت سنه واتنين وتلاته تدور على شغل لحد ما اشتغل. وفي ناس اتجوزت وهي عندها 22 سنه و21 سنه بس ربنا عوض عليها بخلف صالح وهي عندها 30 سنه. في ناس اتجوزت وهي عندها 30 سنة بس ربنا عوض عليها بخلف صالح في نفس السنة تقريبا. في ناس اتمرمطت في الدنيا لحد ما عرفت هي عايزة ايه. في ناس بدأت في اللي هي عايزاه من بدري جدا. لو انت لحد دلوقتي مش عارف انت عايز ايه، دي حاجة طبيعية وبديهية، لان الحياة هي رحلة سعي واكتشاف. بس في اللحظة اللي انت بتحس فيها ان المكان اللي انت فيه ده هو المكان الغلط، هو انت كده ابتديت تكتشف نفسك صح. حط دي في دماغك انك مش متأخر خالص، وان الوقت اللي انت هتبدأ فيه هو انسب وقت تبدأ فيه. انا بدات رحله سعي واكتشاف لنفسي متاخر قوي. ممكن يكون من وجهه نظرك متاخر، ممكن يكون من وجهه نظر الاخرين متاخر، بس انا شايف ان انا بدات في انسب وقت بدات فيه. بدات تعليم جامعي وانا عندي 25 سنه، خدت اول كورس في حياتي وانا عندي 27 سنه، علمت نفسي بنفسي، ما خدتش ولا كورس اوفلاين وقت اللي ما كانش فيه ولا فرصه حواليا ولا كان في حد بيتكلم عن فرص زي ما انا بكلمك دلوقتي. لكن لو كل ده ما كانش حصل لي ما كنتش هبقى مقنع بالنسبه لك دلوقتي. فلو انت شايف ان انت متاخر فانت بجد مش متاخر خالص، وصدقني في الوقت اللي انت هتاخد فيه قرار انك تتغير او تبدا في اي حاجه هو ده انسب وقت تبدا فيه. وانا مايكل مصري ومبسوط جدا ان انا بختم السنه معاكم.